ولدي عنده جوج الاجازات، وعنده في موريال باه لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج. فين قرا ولدي؟ في كندا. حتى تولي 4 سنين، حتى تدوز 4 سنين دوز حتى في الفيزيك ولا في الشيمي ما عنده مشكل. ومن بعد كتجي كدوز واحد الامتحان حتى تقرا القانون، ولا بغيت تقرا القانون خصك تجيب 19 في المعدل. راه اللسان ما فيه عظم، تموزن كلامك الا عدت غادي تتكلم، وخاصك تتكلم وتعرف كيفاش تخاطب المغاربه. انا لاباس عليا وولدي قريته في كندا وعنده جوج الاجازات، والاجازات اللي عندنا حنا هنايا ودبلوم الدراسات العليا والماستر والدكتوراه اللي عند عباد الله، يعني شنو هي؟ والله الا كلام غير مسؤول، وراه كيحبط من العزيمه ديال مجموعه من ابناء المواطنين المغاربه اللي ما عندهم فلوس، واللي كيقراو في المدرسه العموميه والجامعه المغربيه اللي عطات اجيال وكتعطي مازال. ونحن كنفتخروا ان كننتموا لهذه الجامعه وجزء من هذه الجامعه. والله العظيم وما غاديش نقولها لكم نكته، اقسم لكم بالله العلي العظيم ان لا اعرف اساتذه دكاتره ويدرسون في الجامعه كاساتذه عرضيين وسقطوا، ويقولوا المسطره الجنائيه طلعوا نزلوا ولا نطلعوا عندك، ويقولوا التجاري ويقولوا المدني ويقولوا الاداري. يعني انا واثق من كفاءتهم كما انا واثق من كفاءه العديد من الطلبه والطالبات اللي درسناهم على مدار 20 سنه داخل الجامعه، واللي سولت فيهم وقال لي ما نجح، وكأن هاد الناس هادو كلهم ما نعرفش وقع لهم، تبلوكاو في هذا الامتحان، نجحوا في جميع الامتحانات، جاو حتى المحاماه. وسبحان الله سبحان الله، انا اليوم راه كنتكلموا على واحد المفهوم ديال خاصه المحاماه، ديال التوريث ديال المهنه. واش غير اللي في مهنه يورثها لولده؟ واش غير اللي في مهنه ضروري ندوزها له؟ ودابا راه حتى راه ما شوف، راه كنتاخذوا النخب السياسيه كنتاقدوها وكنضلوا نتاقدوا فيها، وكنقولوا التوريث كاين في المجالس المنتخبه وكاين عندنا في البرلمان وكاين عندنا في مجموعه من المجالس. اليوم ينتقل محمد، ينتقل بشكل فج ومفضوح. حنا راه لا نتهم احدا ولا نشكك في نزاهه احد، ولكن كنقولوا على انه هذه المباراه اللي تقدم لها 70,000 من حامل مجموعه من الشواهد من الجامعات المغربيه ومن اولاد الشعب المغربي، ونجحت منهم 800 ومن بعد طلعتها 2000 في خرق سافر للقانون. على أي بناء على ماذا؟ بناء على أي معايير نجحت 800 اللي عندها الاستحقاق تنجح شوية ولات 2000؟ كيفاش درتوا لها؟ إذا هناك خلل الماء، وكنقولها وكنأكدها، احنا لا نتهم أحدا ولكننا نتساءل مع المتسائلين، نتساءل عن المتسائلين. نحن والله العظيم لا كيبقى فينا هذا الشيء الذي يقع في وطننا، من فضيحة التذاكر في المونديال الى الانجاز الكبير اللي حقه المنتخب المغربي في كاس العالم، الى الانتكاسه اليوماتيه مع نهايه 2022 كنختموها بهذا الاشكال هذا اللي مطروح اليوم للنقاش العمومي، واللي الوزير يتحمل منه جزء كبير. على الاقل سيدي ما تتكلم وما تقول ولدي يقرا في كندا، ولا تقول انا لاباس عليا، بدير بيان توضيحي من الوزاره وكفى الله المؤمنين القتال. ولكن باش تخرج وتتكلم راه كنقولها لك، راه تزيد الطين بله، وراه كتزيد. انا تصريح انا نقولها لك مع كامل الاحترام والتقدير، بالنسبه لي انا تصريح مستفز. يعني انك تقول لي ما عنده الفلوس ما يقرا، اللي ما قرا في كندا ما ينجح. يا سيدي من حق ولا ينجح، من حق اولاد جميع السياسيين وغيرهم والمسؤولين ينجحوا. احنا ما قلنا حتى شي حاجه اذا كانوا يستحقون واذا كان بالكفاءه ديالهم، ولكن بالمقابل يجب ان نصادر حق ابناء الشعب اللي ما عندهم لا باك صاحبي ولا عندهم اللي يتدخل لهم، ولا قراو في كندا ولا قراو في سويسرا ولا قراو في فرنسا، ولا ملي يقدروا يقراو فيها لا نحن ولا هما. وتجي وتهضر هذه الهضره هذه راه تبرر ما لا يبرر، راه تبرر ما لا يبرر. الحقيقه راه انا اعجز عن الكلام، كما كيقولوا التوانسه تحب تفهم الدوغ. راه عيينا ما نفهموا مجموعه من التصريحات، مجموعه من الحوايج اللي تقال في مجموعه من المجالات، وعيينا نسرطوها ونشربوها مع كاس من الماء، ولكن حتى لهذه والله انا ما بقات تسرط ليا. اذا حنا راه اليوماتيه كنطالبوا باعاده النظر في مجموعه من الامور اللي خرجت عن السياق ديالها، وكنقولوا لهاد المسؤولين والوزراء ديالنا راه عندكم واجب التحفظ. راه على الاقل حتى الا ما حققتوا شي حاجه غير عاونونا غير بالسكات، عاونونا غير بالسكات. الله يهديكم، راه هذا الوطن يحتاج الى من يخدموه ويحتاج الى من يهز به، ماشي اللي حطمه واللي ينهيه.